نزلت بوست كده من كام يوم عن ان ام كلثوم اللي طالعين بيها السما دي كانت شمال. كانت بتتخذ النساء. فالناس طبعا كلها في مصر فضلوا يعلقوا الخوض في الأموات واذكروا محاسن موتاكم وهتستفيدي ايه، وده مش ضرب في القامات المصرية. هقول لكم انا حاجة. مفيش حد في البلد دي منذ بدء الخليقة اشتغل الشغلانة دي مغنواتي ممثل ومش عارف ايه الا لما كان له في الشغل الشمال ده. الكلام دوت انا بقوله على فكرة حقيقي، انا لا بخوض في ميت ولا بخوض في حي. الكلام دوت قاله مصطفى الفقي. الكلام دوت قالته اعتماد خورشيد في مذكراته. خلاص الكلام ده معروف عن ام كلثوم. الحاجة التانية، لما جيت شمت في محمد صلاح امبارح الالفاظ ومش الالفاظ، واصل احنا بنحبه واصله موهبة كروية. فاهمكم انا حاجة، المبادئ اصلها لا تتجزأ. ده انسان تخلى عن اهله واخواته من بني دينه وعقيدته، ده لو هو عليها لسه يعني. خلاص، وانسانيته اللي هي قبل كل حاجة. خلاص لما كانوا محتاجينه، فما هو يحصل له اي حاجة وانا اشمت فيه، دي طبيعة انسانية. انت مش مضطر ان انت يعني تتماهى تماما مع اللي انا بقوله. انت انت مؤمن بحاجة، انا مؤمنة بحاجة تانية، هي دي حرية التعبير. فهمت؟ بلاش تبقوا زي الغرب والشرق. الحرية صنم عجوة. إيه، لو على مزاجكم تعبدوه، لو مش على مزاجكم تاكلوه. انا بقول اللي انا عايزاه، انا ست حرة، انا بقول اللي انا عايزاه واللي انا مؤمنة بيه، وهفضل اقوله. عجبك ولا ما عجبك، ما انا قلت لكم اعتبروني بغني في الحمام. انا بعمل الفيديوهات دي للتاريخ عشان تكون حجة عليكم ان في حد نمركم من هذا الشعب المعرس.